ايه، كنتوا فاكرين بتشوفوني تاني؟ انا صحيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ ليكوا وحشة قوي 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 قوي. كمان انا عارف ان انا طولت المرة دي في الغياب، بس بقول لك ايه، انا لو ما نزلتش غير الحلقة اللي انت هتتفرج عليها دي فانا مبسوط قوي وراضي كمان، لان المرة دي حلقة مختلفة عن كل اللي فات اطلاقا وهتعوض الغيبة الطويلة دي. طيب لو احنا عملنا انترو للفيديو ده وربنا كرمنا وما بطلناش كسل فانت هتكون فاهم احنا بنتكلم عن ايه، ولو احنا ما عملناش فتعالى سوا افهمك. هتلاقي في الديسكريبشن او في اول كومنت اللينك ده، هتخش عليه هيفتح معاك بالشكل اللي انت هتشوفه ده. اول ما تفتح مش هيجي لك الابليكيشن كده بالظبط، هيجي لك خانه فيها اشترك في القناه، وبعد ما تشترك بترجع تاني بتلاقي الابليكيشن فتح معاك بالشكل ده. الابليكيشن ده باختصار بيدمج شخصيتين صعب جدا 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 تدمجهم باي ابليكيشن تاني او باي حاجه تانية. انا هديك مثال عملي ونبدا على طول وانت هتفهم. عندنا مثلا مدرس زي ده، تمام؟ انا عايز ادمجه مع صورة محمد علي. هجيب والله مثلا صورة محمد علي بالشكل ده، تمام؟ وهبتدي اكتب برومت هنا، وليكن برومت عادي جدا بالعامية، حاجة بسيطة انت متخيلهم في ايه المشهد اللي انت متخيلهم فيه مش اكتر. انا كتبت البرومت البسيط جدا جدا ده وباللغة العربية، كتبت ان انا عايز الشخصين جالسين بيتحدثوا في مقهى مصر قديم ويبان كأنهم بيتكلموا مع بعض في موضوع مهم وبيبصوا للكاميرا. يعني حاجة ولا أبسط. وهخليها مثلا يولد لنا صورتين، وهخلي بقية الإعدادات زي ما هي، مش هلعب في حاجة دلوقتي، وهنشوف دلوقتي السحر هيظهر. استنى معاه شوية. وزي ما انت شايف كده، انت متخيل يا مان دي النتيجة الأولى اللي هو طلعها لنا، بس هو طلع شيشة على الترابيزة وناس في الخلفية. فأنا هعدل البرومت هنا واكتب، عملت تعديل بسيط في البرومت وكتبت ان انا مش عايز ناس في الخلفية ولا عايز شيشة على الطاولة، تمام؟ وهخلي يولد لنا 4 صور ونشوف النتيجة مع بعض. وده ما يمنعش ان بصراحة النتيجة اللي مطلعها جامدة جدا جدا على فكرة. يعني انت مثلا لو جربت على ايمج اف اكس او اي حاجه من المواقع التانية، هيولد لك الصوره بتاعت محمد علي، لا ده محمد علي ولا ده المدرس ولا اي حاجه فيها اي حاجه خالص. انما ميزه الابلكيشن اللي انا عامله ده غير طبعا الحاجات اللي هنا، انت عندك ريجنريت واب سكيل وريموف باك جراوند وداونلود. داونلود ده عادي يعني. وفي القسم ده بتاع الايديت ده، قسم جامد يا نهار ابيض، فيه مميزات هشرح كل حاجه واحده واحده. بس خليك معايا، ولد ال4 صور الجداد ونتفرج على النتيجه سوا. اوف على الجمدان يا جدعان. انت متخيل ال4 صور اللي هو عملهم دولت؟ حتى لو في مثلا هنا مشاكل في ملامح الشخص عادي، ممكن بالفوتوشوب بأي حاجة نصلحها. وفي صور تانية طالعة بيرفكتو، صور جميلة جدا. بص محمد علي بالملي نفس اللي في الصورة هو حاطه. بص هنا، انت لو جبت اي ابلكيشن تاني لا يمكن يطلع لك النتائج دي، انا متاكد. وبالذات ان انت كاتب ايه، انت كاتب، بص البرومت، انت كاتب كلمتين حرفيا، كلمتين بالعاميه، مشهد كده، اي كلام في اي كلام. طيب عايزين يا عم جادو نجرب بقيه الادوات دي. طب نخليه يولد صورتين عندنا، ونختار مثلا من الاضاءات. انا يمكن حاطط ايكونز هنا عشان تبين الاضاءات دي. خلينا في الهاي كي. الهاي كي ديت اللي هي الاضاءه اللي بتبقى في عز الظهر، عارفها؟ وممكن مثلا نخليها بدي من غير ما نلعب في اي اعدادات تاني، ونعمل جنريت. واثناء ما هو بيعمل جنريت كده، انا ممكن اخد البرومت ده يا شباب عشان برضو نعمل تيست كده ونوريكم. ونروح مثلا هات ال ام ارينا. انا هجيب لك نانو بنانا، يعني انا هجرب لك الصورتين دولت بنفس البرومت بنفس كل حاجه على نانو بنانا عشان اوريك الفرق الشاسع بين الابلكيشن اللي انا عامله وبين نانو بنانا مباشره اهو. هو كده بيستخدم نانو بنانا. تعالى نرفع نفس الصورتين اهو يا عم، صوره المدرس وصوره محمد علي هم نفس الصورتين بالظبط، واهو. وعايز شخصين جالسين نفس كل حاجه، وبعد كده هعمل له ابلود. هنشوف برضو ده على ما نعرف التاني هيعمل ايه. هو التاني ممكن ياخد وقت عادي، سيبه براحته يجمع الصور ويظبط الدنيا ويعالج براحته. وكذلك ده. اوه، بص الجمدان، بص الحلاوة، بص الشياكة والطعامة والأناقة. بص دي الإضاءة السينماتيك، إنما دي الهاي كي اللي هي إضاءة بص عز الظهر دي، عارفها؟ ممكن برضو إضاءة ساعة العصرية اللي هي السانسيت جولدن هاور، اللي هي الساعة الذهبية زي ما بيقولوا. تعال نشوف التاني. اتفضل يا عم، ادي اللي نانو بنانا طلع اهو، على موديل نانو بنانا. تخيل جاب لك ده، مش عارف مين ده وده مين ده، مين دول؟ انت متخيل؟ بص الاداة اللي انا عاملها والفرق ما بينها
وما بين العك اللي معمول هنا فرق شاسع، قسما بالله فرق شاسع شاسع. انا عايز برضه لسه اوريك بقيه النتائج عشان انت هتنبهر من الاداء دي. لا يمكن نانو بنانا، جرب بقى سيد رام، جرب اللي تجربه، مفيش ابلكيشن هيطلع لك النتيجه اللي انا الاداء اللي انا عاملها دي بتطلعها. تمام، ده غير في هنا لسه ريفرنس. طيب على ما يولد برضو الصورتين، تعالى نشرح. اوف، يا ولد، يا ولد، يا ولد، يا ولد يا لعيب، قسما بالله جمدان، جمدان. انا فخور ان انا ربنا وفقني وقدرت اعمل الابلكيشن ده بامانه. واقول لك على حاجه، السين هنا لوكيشن، لو انت مثلا عندك مكان وعايز تحط الشخصيتين دولت في المكان ده بترفع هنا صوره المكان. ولو انت عندك ستايل معين عايزه بترفع برضو في الستايل ريفرنس الستايل اللي انت عايزه وبيطبقه على الصوره. انا مش هشرح دي دلوقتي عشان دي لها استخدام تاني هنشرحه. حرفيا كل حاجه لها استخدام، حتى الايديت ده هنا والوديت كل حاجه لها استخدام يا معلم. طيب دلوقتي بقى عايزين نخلي الدنيا صعبة شوية. امين. هنيجي مثلا عند السينماتيك ونخلي الكاميرا برسبكتيف، ده المنظور العين اللي هم كده هم باصين لك في مستوى عينيك. طيب لو بمستوى الطيور اللي هو يبقى هم واقفين بس الصورة جاية من فوق، ولا على ايه؟ بص انا هعمل جنريت وانت تتفرج على النتيجة وهتفهمني. بص انا ممكن اعمل هنا ريجنريت لعل وعسى، يمكن تاني مرة تظبط، فاهم؟ على ما التاني برضو يجرب لنا ال- الكاميرا برسبكتيف. الكاميرا برسبكتيف دي مهمة جدا جدا. واصلا شايف الابليكيشن، انت بتضيف صور لا يمكن دمجها باي اداة تانية، وتضيف مشهد بسيط واوتوماتيك كل ده. بس خلي بالك انت في برومت بص بطول صفحة بيتبعت، يعني ما تفتكرش الكلمتين اللي انت بتبعتهم دولت هم اللي بيتبعتوا، لا. والبرومت ده متغير على حسب مثلا، بص كل ما تغير حاجة هتلاقي البرومت بيتغير معاك، واخد بالك؟ بص كل ما تختار حاجة البرومت ده من الاخر بياخد الحاجات اللي فوق دي. اوف، اه. طب تعالى تعالى زي ما احنا عادي بالبيردس فيو. طيب تعالى بقى نخليها مثلا وايد انجل، قشطه، والشوت يبقى كلوز اب. تمام، بص بقى الاعدادات اقفل يو، وايه، وتعالى نعمل جنريت ونشوف. العب يا معلم وعيش، معاك ابلكيشن زيه ما تلاقيش. واي صوره انت عايز تحملها عادي جدا بتعمل لها داونلود من هنا. ممكن تعمل ريموف باك جراوند، ممكن برضو نخش على قسم الايديت ده. الايديت دوت فيه حاجات كتيره، منها الماسك ومنها البروميت. يعني مثلا ممكن اكتب حاجه بسيطه، مثلا شيل، اكتب كده عادي بالعربي برضو، شيل الكوبايات المعدنيه اللي على طاولتهم، قشطه. برضو انت بتكتب برومت بسيط في يا باشا، برومت بيتكتب احترافي من الكلام اللي انت كاتبه ده. تمام. وبعد كده دي الصورة الجديدة، الصورة الجديدة اتقل. بس خلينا هنا نطبق الايديت. خلاص، احنا بنطبق الايديت على دي يا شباب. تعالى بقى نتفرج على دي. طب بالله عليك يا عم، يا عم اقسم بالله انا ما هتكلم، هات لي انا بقولها لك اهو، هات لي ابلكيشن او اداة او موقع مدفوع بيعمل نفس النتيجة اللي التطبيق ده عاملها. تمام. انت شايف طب قول لي هنا بقى، واحنا هنقعد هنا بقى نقول لهم خلي المنظور من فوق ازاي والعب في الاضاءة، لا لا لا. كل الكلام هنا بسيط خالص اهي. يعني مثلا نفس الصورة نفس كل حاجة، مش عاجبني والله، انا عايز اللايت مثلا يكون نيون سايبر بانك، هي هفة في دماغي عندي فكرة معينة وعايز اعملها. طيب يا باشا، اول بس ما يعمل الايديت هندوس عليها واوريك. ده الايديت، ده الصوره اللي اتعمل لها ايديت، دي الاصليه. فين الاصليه؟ الاصليه اهي. واخد بالك كان في كوبايات وحاجات هنا، اتفرج، اتشالت بس كده. هو ده الايديت، هو يعمل داونلود يا باشا، الصوره اتحملت معاك. احلى 100 مسا عليك. تعالى بقى نولد حاجه اتنين صورتين برضو بالمود بتاع سايبر بانك بنفس كل حاجه. انا عايز كل حاجه زي ما هي، بس ممكن نلغي كلوز اب دي نخليها مثلا فول شوت، بحيث ان هم ما يبقوش مقربين قوي قوي كده من الكاميرا، فاهم؟ ونعمل جنريت ونشوف النتيجة مع بعض. اوف على الجمدان، اوف على الحلاوة، اوف على الطعام والشياكة. الواد ده اتفضل يا عم اكتشاف. محمد علي مع صورة المدرس. في واحد دلوقتي ممكن يقول لي انا شايفك ان انت بتقول ايه، شخصيتين يدمجهم مع بعض في مشهد. طب انا لو عايز صورة لمدرس واحد واعمل بيها ديزاين جامد، مثلا هو دلوقتي مدرس انجليزي، اقول لك على حاجة، تعال نجرب نلغي دي ونلغي دي ونحط صورة مدرس. هنا صورة المدرس ده حبيبي يوسف حسن، شاوت اوت يوسف.
الغي بقى يا معلم البرومت ده، وتعالى بقى ايه، انا هجيب برومت جاهز. ثانية واحدة يا حبيب اخوك، ثانية واحدة اهو، حطه هنا. طيب البرومت دوت جاهز، برومت احترافي وكل حاجة. رجع لي اعداداتك زي ما هي. دي خلاها فوتو ريلاستيك. ده احنا نسينا نجرب دي يا عم، يا عم ده احنا نسينا نجرب دي، ده لسه دي فيها دلع. بس ماشي ماشي ماشي، خلي دي نن، خلي دي نن عادي. والوايت انجل برضو خليها نن، خلي كل حاجة زي ما هي. دي فوتو ريلاستيك وديت سينماتيك. و ولا اقول لك ما تخليهاش سينماتيك، خليها نن برضه، هو بحيث ان هو يشوف انسب اضاءه. قشطه عليك. وعندنا البرومت اهو، ده برومت احترافي عادي، احنا كاتبينه زي البرومت اللي موجوده، وصوره واحده للمدرس تمام. وهبتدي اولد صورتين بدون ما اعمل اي حاجه. اتفضل يا عم على الحلويات، اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. شايف الجمدان؟ طيب، طب ما تيجي ندوس على دي. دي هتعمل ايه بقى؟ دي بتاخد البرومت اللي فوق وبتكون برومت تاني خالص، احلى واحلى واحلى. مش عايز العب في بقيه الاعدادات عشان نشوف النتيجه بعد تحسين البرومت من غير ما نعمل اي حاجه. جميل 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 جميل. على فكره الخانه ديت يعني ممكن ندلع البرومت ده اكتر، وممكن نعمل حاجات تانية بقى ايه مجنونه خالص، مجنونه خالص. ابتكر انت برومت من عندك، مع العلم ان ده مدرس انجليزي. قشطه قشطه. شايف كل ده من الكلمه دي. يلا يا معلم، اعمل جنريت ونشوف. آه على الحلاوة يا جدعان. أخ، أنا ما كتبتلوش حاجة، أنا قلت له برومت من عندك، مع العلم إن ده مدرس إنجليزي، شكرا. لا قلت له إضاءة، لا قلت له كاني ولا ماني. شايف برضو يا شباب البوستر ده أهو، البوستر ده قسما بالله معمول بدقيقتين، يعني ما خدتش فيه نص ساعة. كان المدرس عايز الفصل التاني بيتكلم عن محمد علي، تك 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 تك، أحلى يا باشا بوستر، جميل جدا وعجب المدرس تمام. ممكن تعمل بيها يعني حرفيا، انت ممكن تعمل بقى شغل كتير انت ما تتخيلهوش، والله ما تتخيله. اقول لك على حاجة، تعالى نتفرج على الغلاف ده، الغلاف ده برضو معمول بيه. قشطة. شايف الغلاف ده؟ الغلاف ده برضو انا عامله بنفس الاداة اللي انا لسه موريها لك. حتى كل الصور اللي تم توليدها هنا دي صور وانا جمعتها بهيئة شريط فيلم كده، وحتى الصورة دي كل حاجة كل حاجة، حتى الصورة دي برضو بنفس الابليكيشن اللي انا عامله. فهو ابليكيشن جامد واستخداماته كتيرة، وانا برضو عايز اجرب حاجة كمان. نجرب بقى حاجة. طيب احنا جربنا صورة محمد علي، وصورة محمد علي دي كاملة وجميلة والدنيا زي الفل. طيب قدر دلوقتي نفس المدرس اهو قال لي انا عايز صورتي مع احمد عرابي. تخيل بقى انت عندك اصلا الصور على النت لاحمد عرابي دي عاملة ازاي. عندك دي سوبر بيكسل، صورة ما فيهاش غير بيكسلات، وصورة كرتون منتنة عفى عنها الزمن تمام. انا ما عنديش يا عم غير الصورة دي هي لاحمد عرابي، وعايز نفس الكلام اللي عملته مع محمد علي، اللي هو ايه يا عم جادو، اللي هو نفس البرومت ده، شخصين في مقهى والكلام ده كله، والدنيا جميله وزي الفل. ولد لي يا عم صورتين. الراتشو ده مش فعال مع نانو بنانا، احنا بنستخدم دلوقتي موديل نانو بنانا، فهو مش فعال معايا. قشطه. انما فعال مع موديل تاني زي ايميجن، والابلكيشن ده جواه 2 موديل يا شباب، وهنشرح ازاي تستخدم ده وازاي تستخدم ده. طيب خلينا كل حاجه زي ما هي تاني عادي. قشطه مفيش اي مشاكل. الصورتين قشطه. طيب اعمل جنريت. ايه الحلاوه دي يا عم؟ طب يا عم اتفرج. شايف طلع احمد عراب ازاي يا مان، ده حتى اللبس بتاعه والمدرس، شوت سينمائي جامد 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 جامد. كان لا يمكن نعمل الكلام ده. يعني انت اصلا صورة زي دي بالله عليك، لو عملتها كصورة مصغرة وكتبت كلمتين هنا المراجعة مش عارف ايه الباب، خلاص شكرا. شكرا. الابليكيشن ده بيصنع اعلانات لوحده، بيصنع بوسترات لوحده، اغلفة، صور مصغرة. حرفيا الموضوع دلوقتي بقى اسهل 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 اسهل. اللي يشوف الاداه دي يفتكر انها خاصه بالمدرسين او بالكلام ده كله. لا طبعا انا مش مبرمجه لكده، الاداه دي استخداماتها اعلى من كده بمراحل، ولكن انا بوريكم في المجال بتاعنا. وعايز برضو الشباب عادي تستخدم الاداه وتعرفني النتائج اللي هي هتطلعها. طب احنا عايزين برضو نجرب حاجات من دي. خلينا في النايت سينماتيك، اللي هو ايه بالليل كانها سينما. ممكن مثلا نخليهم كلوز اب شويه، كاميرا برسبكتيف عادي، ما تلعبش في الكاميرا برسبكتيف. الفوتو ريلاستيك، أنا نسيت اوريك الفوتو ريلاستيك دي. بص، الفوتو ستايل دي خلاها زي ما هي دلوقتي، ممكن نخليها كونسبت ارت. كونسبت ارت جميل برضو، ونعمل كده جنريت ونشوف النتيجة سوا. بص، انا مرضتش ان انا
اعمل اي حاجه. انا وريتك الايرور اللي ظهر معانا واحنا بنولد الصوره، وارد جدا 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 الحاجات دي تظهر، تمام. وده نتيجه ايه؟ ان احنا الاعدادات الكتيره دي مع جيميني. اصلا جيميني ده ارخم، ونانو بنانا ده ارخم موديل في العالم، عنده سياسات غريبه ان انت ما ينفعش تحط صوره حد معروف، الكلام ده كله. وبنتعب يعني في القصه دي. فعادي رجع دي سينماتيك، ورجع دي نون، خلي اعدادك زي ما هي دي فوتوريلاستيك، ونرجع نعمل جنريت تاني عشان نشوف هيعمل المره دي ولا لا. اصحى يا عم على الجمال، اصحى على الجمال. طيب عايزين نغير برضو اللايت ستايل ده يا شباب، لا مؤاخذة عشان باكل لب. نخليه مثلا اللي هو ايه، ساعة الصبحية، المورنينج لايت ده، قشطة. ونعمل جنريت برضو. على ما يعمل جنريت بقى هنبتدي ايه، نعمل صورتين جداد خالص. كان في مصمم صديق ليا، مؤاخذة بس ايه، خلص اللباية دي. كان في مصمم صديق ليا اسمه عبد الرحمن، ما شاء الله، كان عامل بوستر جامد قوي، عجبني قوي، لمحمد علي ومدرس تاني. فانا دخلت كلمته وقلت له ايه، انا عايز صورة المدرس دوت وعايز نفس البرومت اللي انت استخدمته. هجيب لكم المدرس الاول. دي صورة المدرس اللي هو كان باعتها شباب. جمدان يا اخواتي، جمدان 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 يا اخواتي، جمدان. هدي كانت ال اه يعتبر الاضاءة تمام، الاضاءة تمام والدنيا تمام. سيبنا بقى من الكلام ده كله. كان زميل ليا عبد الرحمن زي ما قلت لك، هو بعت لي الصوره ديت للمدرس، وكان خدت منه برضه صوره محمد علي، وبدات ان انا ادمجهم مع بعض، لان هو كان عامل البوستر على ايمج اف اكس. بصراحه كان البوستر فيه دمج كتير، وباين ان فيه تعب. يعني هو تمام معمول اي بس فيه تعب بقى عشان يدمج وش المدرس ويدمج وش محمد علي ويركبهم، فكان فيه تعب. فدي النتيجه بقى اللي احنا هنعملها دلوقتي سوا. انا خدت منه الصورتين، صوره المدرس وصوره محمد علي، دي انا اللي جايبها، قشطه عليك. وبعد كده قلت له طب هات البرومت يا معلم اللي انت استخدمته، واستخدم البرومت ده، قشطه. وبقيه الاعدادات عادي زي ما هي، خليها زي ما هي، خلي دي سينماتيك، خلي دي نون، خلي الاي اي هو اللي يحدد، قشطه. هو يعني هو استخدم البرومت ده واستخدم صوره المدرس دي ودي، ونعمل جنريت. هو قاعد يدمج ويعمل ويسوي. قلت له طب هات كده ونجرب عليهم، وجربته فعلا طلع معايا نتائج جميله قوي قوي قوي. بس انا مش هوريها لكم، لا انا هوريكم اللي هو هيطلعها دلوقتي معانا ونشوف هل هتنجح هتفشل، كله على عينك يا تاجر. A few moments later. فشل. عادي، اقفل كده. متعرناش بقى خليها سينماتيك، ونرجع تاني نعمل جنريت ونشوف. عادي عادي، وارد وارد، كل دي حاجات واردة، كل دي حاجات واردة. A few moments later. ماشي ماشي. هو بيتحداني كده، هو بيتحداني، هو بيقول لي ان ده محتوى مخالف، تمام. ودي اصلا العن رسالة ممكن تظهر لاي お حد في 前 العالم. はもう死ん قشطة. でいる。 ليه بيجي الرسالة دي؟ عشان خاطر صورة محمد علي. محمد علي معروف. اكيد مش المدرس يعني اللي معروف، مع احترامي طبعا المدرس اللي انا ما اعرفوش ده. فاحنا ممكن نعمل ده، الاوتوماتيك سينماتيك ديسكريبشن، تمام. نعمل جنريت ونشوف هل ده هيخلي الصوره تولد ولا لا. لان البرومت اللي بيتكون هنا هو بيلغي تلقائي البرومت اللي بيتكون تحت، عشان نكون على نور. البرومت اللي بيتكون فوق غير اللي بيتكون تحت، عشان الاتنين ما يخشوش مع بعض والدنيا تضرب. فانا عملت خاصيه ان انا لما اعمل دي اون، اللي تحت تلقائي يعمل اوف، ولما برجع اطفيه هرجع انا اعمل تلقائي للي تحت اون. اعملها بنفسي بقى المره دي. اه يا حلاوه يا اولاد، يا حلاوه يا اولاد. صوره المدرس اهي، وصوره محمد علي عملها لك يا باشا، احلى ديزاين. ده حرفيا رسم الاضاءه، رسم الاضاءه على محمد علي، يا مان يا مان يا مان بجد. ده بس خدت بالك يا ولا، خدت بالك لما فعلنا الاوبشن دوت البرومت اتحسن واتولد، وكمان ما احتاجناش الخانه اللي تحت. طيب ممكن برضه عايزين نلعب في حاجات كمان كده، نطلع اي حاجه. بقول لك ايه، احنا نولد 4 صور كمان من نفس البرومت ونفس كل حاجه. هي دي خيشت منه. خيشت منه ليه؟ لان صورة المدرس اللي بعتها رديئة الجودة جدا جدا جدا، فهو ما قدرش يستوحي شكل المدرس من الجنب. فانت يستفضل نصيحة لما تيجي ترفع صورة المدرس، ارفع صورة او صورتين يكونوا عاليين الجودة، ويستفضل صورة واحدة، قشطة عليك. بص محمد علي عشان صورة واضحة وصريحة، جامد، بوزيشن جامد، والاضاءة جميلة. شاوت اوت عبد الرحمن على البرومت الجميل ده. لا مؤاخذة يا اخواتي، الموبايل بيرن، صديق رخم بيرن عليا الساعة 2 بالليل، فأنا هرد عليه وأشوف الدنيا بقى. طب أقول لك على حاجة،
انا كنسلت على زميلي مش راضي على حد عشان نشوف مع بعض الحلويات اللي طلعت لنا دي. دي احسن صورة قدر يطلع المدرس فيها من الجنب. جميلة جميلة جميلة. انما دي بقى حلويات يا ولاد. انت تخيل انت اصلا يا عم انا هيجيلي جنان، انا هيجيلي جنان من ساعة ما عملت الابلكيشن ده، وانا هيجيلي جنان. انا ولا محتاج ادمج محمد علي، ولا محتاج اتعلم اضاءة، ولا محتاج اتعلم اي حاجة، والمدرس اهو دمج مع ده كلمتين، ادي البوستر خدت حسابه، شكرا. شكرا. انت معاك كنز قومي يا ابني، انت معاك كنز قومي. على فكره اقول لك على حاجه، ده انا ممكن مثلا شايف الحته دي مش عجباني والحته دي مش عجباني، فوالله اروح جاي محدد عليهم واقول له احذف الجزء المحدد ده، قشطه عليك يا معلم. الغي دي، الغي دي دلوقتي، واعمل ابلاي ايديت. شكرا 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 شكرا. هتلاقي يا معلم النتيجه النهائيه طلعت، وهتكون روعه الروعات. A few moments later. يا لهوي على الضحك يا جدعان، يا لهوي على الضحك. يا خرا، شنو انا قلت هذا؟ له يحذف البتاع اللي ورا ودي. قام حذف تقريبا، هي فين الصورة؟ اهي جنبيها جنبيها. يعني انا قلت له ايه، احذف دي. انا بشاور على الشاشة، ايه الغباء ده؟ احذف دي ودي. تمام. الاقيه حذف لي البتاع. دي غلطة، دي غلطة. تمام ماشي. هنحددها تاني. طبعا يا شباب معلش، يعني لو الابلكيشن فيه غلطات ساعات بيعمل ايرور، اعمل ريجنريت عادي، يعني عادي، معلش، قدر التعب، قدر التعب. قدر التعب، ابوس دماغك. ممكن اعمل كده والله، ما هكتب اي حاجه، انا هكتب ديليت بس. وهعمل الاوتوماتيك، اعمل الاوتوماتيك امبروف برومت ده. قشطة عليك. ديليت دي صح، ما علينا ما علينا. اعمل ابلاي. لازم ناخد النتيجه اللي عجباني، انا لازم تطلع النتيجه اللي عجباني. الايديت شغال وجامد، بس ساعات بيخيش، ساعات بيخيش. عادي، كلنا بنخيش، مفيش مشاكل. على فكرة، في الريفرنس دوت في الايديت، ده قسم تاني لوحده. ده قسم تاني. انا على فكرة الفيديو ده هيطول مني قوي، بس اللي هيصبر للاخر والله لا ينول، والله لا ينول. لا هو كده حالف يا شباب، يعني هو كده قال لك خلاص انا حالف. طيب ماشي يا عم. يا عم ولا اي حاجة يا عم. يا عم ولا اي حاجة، ولا اي حاجة. عادي. ممكن نضيف صورة بقى. صورة ايه؟ احمد عرابي. انا هضيف دلوقتي صورة احمد عرابي اهو. تمام. مؤاخذة بقى يا شباب عشان انا باكل لب، فايه الدنيا داخله في بعضيها. المهم يا معلم، انا ضفت صوره احمد عرابي اهو. قشطه عليك. اقول له ايه؟ ضيف. إيه يلا، ايه يلا، في ايه يلا؟ ضيف الشخص ده خلفهم في المشهد جالس على أريكة مثلهم، ويكون دمجه آه واقعي وليس كرتوني، عشان ممكن يحطها كصورة كرتونية عادي، ده متخلف. تمام. ونعمل ابلاي ايديت. المفروض ان انا اديته برومت واضح وصريح، قلت له يا عم الحاج، الصورة ديت انا عايز يكون احمد عرابي قاعد وراهم وهم موجودين. هل هيعرف؟ هل مش هيعرف؟ هنشوف. خد بالك احنا عمالين نعمل صور واشكال والوان ومواد واختلافات ودنيا ودين وروقان، وكل ده ايه ببلاش. دلع نفسك يا معلم، دلع نفسك يا حبيب اخوك. دلع نفسك، ما تنساش بس ايه وانت بتدلع نفسك كده، تلقي نظرة على اللينكات اللي فوق. فيسبوك، انا عامل اكونت فيسبوك تقريبا معلوش غير 100 واحد. اه يا زمان، الشهرة الشهرة يا جدعان، الشهرة اهم حاجة، حب الناس. اهم حاجة حب الناس. تمام. ممكن تعمل لي اد بقى من على الفيسبوك. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. اي نعم هو غير الكومبوزيشن. خلينا نعمل دي داونلود كده ونتفرج عليها. حلو والله، والله جميله، والله جميله جدا جدا جدا. اضاف احمد عرابي وراهم، والاضاءه عليه والكلام ده كله، وعاد عمل الكومبوزيشن وسعه. انا مش عارف هو وسع الكومبوزيشن ليه، بس قشطه ما يضرش. جميله جدا جدا جدا. والله يا جدعان انا دايب في حب الاداه دي، دايب في حبها بجد، دايب في حبها. طيب انا ممكن بتهيألي بقى كده خلاص انا هقفل الفيديو. يعني استنى، صح؟ شايف البرومت ده؟ احنا ممكن ناخده كوبيا ولا، ونعمل حاجة جديدة، نعمل حاجة جديدة. تمام. هنيجي هنا، ممكن نستخدم نفس البرومت اللي احنا عايزين نستخدمه. مش عارف فيه إيه ده، بس حاسه بيهجص. مش ده نفس البرومت يا شباب اللي انا عايزه.
ده البرومت اللي انا عايزه تقريبا. تقريبا. انا مش واثق. انا مش واثق. مبقتش واثق في حاجه. قشطه. هنشوف هنشوف هنشوف. اصل البرومت ده فيه حاجه، يعني اللي هو انت لو لغيت دي هيطلع لك ناس تانية خالص، يعني هيطلع لك ناس تانية خالص مش هم، فاهم؟ ساعات بتخيش كده. انا صريح، ساعات بتخيش. فانت لما بتفعل دي بتلاقي الافكت ظبط قوي بطريقه كده سحريه. طب ايه ده؟ طب ده قاعد ولا واقف ولا نايم ولا قاعد؟ دي حلوه، دي حلوه، دي يجي منها، يجي منها شويه. شغاله. شغاله عادي. حلوه. طب بص اقول لك على حاجه. نفس البرومت اهو. انا لغيت دي. قشطه. وانزل افعل دي. اعمل جنريت. هنشوف بقى سوا. اللب ده جميل. لب جميل طبعا. انا عشان عامل نويز كانسليشن، انت مش هتسمع ازازه اللب ولا هتسمع صوت الكلاب بره ولا تسمع اي حاجه. انت تسمعني انا بس. لو مطلوب منك يا اخويا تسمعني في الحلقه دي، وانك سامعني دلوقتي، فانزل اعمل لايك. اعمل يا اسطى اشتراك في القناه يا اسطى، عيب يا اسطى، عيب. عيب. بص حتى الموقع اهو متضايق. اهو لغى اصلا. ليه؟ عشان دي ما تنفعش غير في المشاهد السينمائيه والمشاهد مش عارف ايه، الحاجات اللي هي كرتون. او ساعات بيرفض، يعني هو دلوقتي قال المحتوى مخالف. تقول ده بيعمل محتوى مخالف دي اون. اول ما تفعل دي اون ما بقاش المحتوى مخالف خلاص. يلا دوس يا معلم ولد براحتك. تاني دي تستخدمها في ايه؟ في المشاهد اللي تكون حقيقيه. انا برضو ممكن اوريك دلوقتي شويه حاجات احنا عاملينها. استنى بقى، دي شويه حاجات يا شباب كنا عاملينها لاحمد عرابي باشا. في الجامد منه، في الجامد منه، في الجامد منه. لحاجات بنتست كده. بص انا فضلت اعدل واعدل 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 لحد اما ايه. دي مع سعد زغلول. نسينا نوريكم سعد زغلول يا رجاله. ماشي يا رجال. اه. شايف دلوقتي؟ شايف النتيجه؟ شايف الحلويات؟ كان لسه المحتوى مخالف من دقيقه. فعلنا الاوبشن يا باشا، بقاش المحتوى مخالف. واتفرج يا عم، يا عم اتفرج يا عم، يا عم انا زهقت يا عم. يا عم انا اقول لك على حاجه، انا هقفل الفيديو. هو حلو قوي كده، انت عايز ايه تاني؟ اثبت لك فين الاداء جامده. اعمل ايه؟ الصور ديت اصلا لو رفعت صوره لمحمد علي على جيميناي او اي حاجه، الاستوديو كله يقول لك لا ما ينفعش، مخالف، سامحني ارجوك مش قادر. انما الكلام ده مش موجود هنا يا باشا. اقول لك على حاجه. اقول لك على حاجه. نرفع صوره سعد زغلول. نرفع صورة سعد زغلول. وهخلي البرومت زي ما هو. هو عاجبني زي ما هو كده. هعمل جنريت ونشوف النتيجة. جميل. جميل جميل جميل. سعد زغلول ممتازة. المدرس لا. حاسه علي على علاء الدين ده، عارفه؟ يعني عادي. ايه من صورة ام المدرس ده اصلا؟ صورته مش تمام. ممكن نجيب ده مدرس كان شغال معايا. قشطة ونجرب عليه. المدرس ده برضه لحد ما ملامحه ايه واضحة. بنعمل جنريت ونشوف هيطلع لنا ايه. ماشي. احيانا بيخيش. عشان نكون على نور. دي تمام. دي حلوة وكويسة ودمج بسيط وخفيف وصورة ايه في اللذيذ منه. دي لا. دي بصراحة لا. بس عارف دي لو احنا نحط صورة المدرس هنا بأي طريقة هتبقى في الجامد منه قوي، في الجامد منه قوي 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 يعني. بصراحة عايز اغير البرومت ده. بص اقول لك على حاجة. انا هكتفي بهذا القدر عشان خاطر ممكن نعمل جزء تاني نشرح بقى بقية الإضافات وبقية المميزات التانية اللي لسه موجوده، واشرحها لك وافهمها لك. بس انا كده وصلت لقدر كافي قوي 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 قوي. اخر حاجه، اخر حاجه، معلش معلش انا اسف. تمام. عندنا برومت عادي جدا جدا جدا، ولكن مفيش صور. انت لغيت الصور. اول ما بتلغي الصور انت تلقائي بتتحول على موديل تاني خالص اسمه ايماجن. قشطه. نفس البرومت اهو. هنعمل 4 صور عشان افهمك. انت هنا ليك كوتا على الاي بي اي تقريبا مديك في الكوتا ديت حوالي 100 محاولة او حاجة زي كده، 100 انشاء صور. فبعد ما بتخلص فهيجيب لك ان هو لا ايرور خلاص الاستخدام خلص. فانت تعمل ايه؟ افتح على ايميل جوجل تاني وهتلاقي الموضوع فتح معاك من الاول، وعيش واستمتع بالاداة المجانية دي. قشطة. امان عليك، امان عليك. مش مسامح اي حد هياخدها ويقعد يعدل لي عليها
ويضيف حاجات بسيطه قوي قوي ويقول لك انا عملت ابلكيشن. لا مش مسامح، وعهد الله ما مسامح. انا تعبت على ده دي قوي، تعبت. انت شايف؟ بص جمدان، جمدان يا عم، جمدان. ممكن الصور دي تستخدمها بقى في حاجات تاريخ، فاهم؟ هتفرق معاك قوي قوي والله، تفرق معاك قوي. وانت دلوقتي بتستخدم موديل، لو نانو بنانا خلص تقدر تفتح ده وتستخدمه برضو unlimited، او ليه ليميت بس بعد كتير قوي، فاهم؟ ايميجن ده يعني ليه بعد كتير قوي. احنا اصلا بص احنا شايفين عمالين نستخدم بقالنا قد ايه وايه كل حاجه، وكل ده الحمد لله رب العالمين مفيش حاجه خلصت يعني، مش اي حاجه خلصت والدنيا زي الفل. حاجه جميله، حاجه جميله. انا بصراحه يعني لحد اللحظه دي ده اللي قادر اوصله. فحاسس ان خلاص كده تمام، كده تمام زي الفل. لو عجبكم يا شباب الشرح، يا ريت ما تنسوش اللايك، تشتركوا في القناه، تدعمونا، تدعوا لنا. اقسم بالله اقول لك على حاجه يا عم، ما تعمليش لايك ولا حاجه، ادعي لي دعوه حلوه. شكرا انا راضي. لا النتائج جميله وظبط هنا قال علم مصر، واخد بالك؟ علم مصر ايه ده؟ مين ده؟ ماشي ظبط هنا، واخد بالك؟ علم مصر اهو زي الفل، والدنيا جميله. بس جايب لك شيعه او دولت، مش عارف دولت ايه، دولت ولا داعش طيب. لا والله ده هنتحابس شكلنا. فالدنيا جميلة، الدنيا جميلة أوي 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 ما شاء الله. نكتفي بهذا القدر من الجمال والإبداع والدلال، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.